السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المركب الرياضي لمدينة فاس اللي غادي يشهد بعد قليل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البنين، واللي في هذه اللحظات بدا التوافد ديال الجماهير من مختلف ربوع المملكة، التوافد على مركب فاس الكبير. معنا أحد الجماهير اللي كيقول أنه كاين فرقشية التذاكر ديال 150 درهم ولاو ب 300 درهم، ديال 70 درهم كاينين ب 200 درهم هنا بجنبات الملعب، وغادي يتكلم لنا بخصوص هذه القضيه. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. التذاكر اخويا فضيحه، هاد الفراقشيه كما سبق لك وقلت يا اخي، هاد الفراقشيه هادو خصهم اعاده النظر، خصهم اعاده النظر فيهم، خصهم يترباو. شنو جيتي هنا شنو لقيتي انت في الجنبات ديال الجنبات التذاكر ديال 300 درهم ديال 150 درهم تيقول 300 درهم، 70 درهم ديال 70 درهم تيقول 150 درهم 170 درهم، اما ديال 150 واحد قال لي 250 وواحد قال لي 300. كيديروا راسهم كيبيعوا الرايات اصاحبي، الاعلام الوطنيه، وهما كيستغلوا الضعف ديال الانسان. بالله عليك اخويا علاء، واش هاد الناس ما كيحشموش؟ واش هاد الناس ما عندهمش روح انسانيه ولا روح وطنيه ويشاركوا ويساهموا؟ حتى هما خصهم يساهموا في سميتو في الروح الوطنيه والروح الانسانيه اللي كاينه هنا في هذا العرس الكبير ديال مدينه فاس. الناس راه جايه من طنجه، جايه الناس من طنجه، جايه من اصيله، جايه من العرايش، جايه من مراكش، جايه من الدار البيضاء، من الرباط، من السلا، جميع كل شيء جاي يتفرج من خلال اللهجات انا كنعرفهم. عرفتي الناس راه جايين ضاربين كيلومترات اصاحبي، ويجي حتى لهنا ويلقى فراقشي ديال التذاكر كيقول له 300 درهم. شنو غيدير له؟ زعما هادشي راه حرام وعيب. واخا الناس شراو التيكيت من السيت، واخا من السيت كاينين هنا اللي كيبيعوهم، كاين من السيت كاين كيخرجوهم من السيت ويبيعوهم. هادشي خصهم يديروا حد، هادشي راه خصو يوقفوه. هاد النزيف هذا خصو يوقف اخويا علاء، سواء هنا في المركب الكبير ديال مدينه فاس ولا في المركب ديال طنجه ولا في ديال الرباط. خصهم يكونوا معاهم، يعني كما كنقولوا بالمرصاد. هاد الناس هادو راهم واش حنا نلقاو اخي علاء المضاربين في الخضره والفراقشيه في سميتو في الحواله والفراقشيه في التذاكر؟ هادشي اللهم انا منكر، اللهم انا هذا منكر. وكيفاش كتلقاهم كيجيو وكيبيعوهم بواحد الطريقه بهلوانيه، واحد الطريقه ما تعيقش به، كيتم دايز حداك بحال هكا تذاكر كيهضر غير بشويه، كيخاف من رجال الامن، كيخاف لا بال يسمعوه رجال الامن، لان تبارك الله يعني واحد السنفر امني كبير هائل. انا كنشكر ولايه الامن فاس شكرا جزيلا كل واحد بالاسم ديالو من هذا المنبر. كنشكر ولايه فاس كل واحد بالاسم ديالو، رجالا ونساء، على هذا التنظيم الهائل، على هذا التنظيم اللي تبارك الله بحال احنا في ملعب برنابيو. هذا هو الصراحه. واخا بالنسبه للتنظيم اليوم دير التنظيم مقارنه مع الماتش هذا التنظيم ديال هذا الماتش هذا ما كنرفع لهم القبعه لكل من ساهم فيه. الماتش اللي فات وقع شويه ديال النش، واش كانوا ما ضاربينش حساب، واش ما عرفتش واش كان جامع العواشر، كان بنادم بزاف ولا العلم الله. المهم دابا تبارك الله عليهم، لا السلطات المحليه ولا قوات المساعده ولا رجال الامن ولا كل شيء واقف على قدم وسط، يعني تنظيم في المستوى بكل ما تحمله الكلمه من معنى. القضيه ديال بيع التذاكر اللي كيتباعوا في النوار، لما كتحمل انت المسؤوليه ديالها؟ انا كنحملهم، انا بغيناهم يتسمحوا ما يكونوش اصاحبي، هذوك ما خصهمش يكونوا. انا كنحمل المسؤوليه المسؤولين على التذاكر. ما يمكنش يبيعوا في ولاة الشعب ويشريوا، ما يمكنش. هاد المضاربين وهاد الفراقشيه ديال التذاكر خصهم يديروا لهم الحد، لان هادشي راه بزاف زاد. واش انا تنقول لك بالله عليك، اي واحد يدير في بلاصه واحد راه جاي من الرباط ولا من الدار البيضاء ولا من اكادير باش يتفرج، ومن حقه يجي يتفرج. راه حب الوطن راه شي حاجه كبيره، راه حب الوطن ما كيعرفها الا الوطني الحقيقي. ما كنهضروش على الوجوه المزيفه السعاله، كنهضروا على الوطنيين الحقيقيين اللي كيبغيو هذه البلاد، فهمتي؟ وحامدين الله على السراء والضراء في هذه البلاد هذه ومتعايشين. شكرا.
بزاف على التوضيح. الله يحفظك اخويا، والله يشافي سيدنا من هذا المنبر، والله القسم شفتو في صلاه العيد، الله يشافيه والله يعافيه والله يخلي له يخلي لنا كاملين ولي العهد الامير مولاي الحسن وشقيق الشقيق ديالو مولاي رشيد والاسره العلويه. والله القسم اللي كنقولها من قلبي، يا ربي تشافيه، يا ربي تشافيه، يا ربي تبعد الضر عليه، يا ربي تبعد الضر عليه ويعطيه هذاك الضر ديالو. بغيناه يخرج في الخوانه ديال هذه البلاد هذه، بغيناه يخرج هذاك الضر ديال سيدنا، بغيناه يخرج في الخونه ديال هذه البلاد وفي السياسيين الفاشلين ديال مدينه فاس بالاخص وديال جميع المدن، يعني المدن المغربيه. وشكرا لك وتحياتي لك والحمد لله احنا فرحانين والله بعد التنظيم هذا. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. فمتابعينا كما سمعتوا معنا، فكاين مشاكل ديال التذاكر هنا على في المحيط ديال ملعب فاس. الله يحفظك، الله يسر عليك، الله يحفظك. في المحيط يلاه تشوفوا، الله يحفظك اخويا اسمع مني، في المحيط ديال ملعب فاس. اما من الناحيه التنظيميه فاليوم كيقولوا انه كاين تنظيم جيد، ولكن الى حدود هذه اللحظه، تحيه الله يحفظك الله يحفظكم اخويا، فالى حدود هذه اللحظه هذه مازال ما دخلناش لداخل باش نشوفوا كيفاش داير الاجواء ظاهريا. وعلى في الابواب ديال الملعب فتنظيم كما قلنا، فتنظيم محكم، ولكن في الداخل مازال ما عرفناش. نتمنى ما يوقعش كما وقع في الماتش اللي فات، هادشي اللي نتمنى ما يوقعش بحال داكشي اللي وقع في الماتش اللي فات. الاجواء هي هذه قبل انطلاق المباراه اللي غتجمع الاسود بالمنتخب البنيني، واللي نتمناو المباراه تكون افضل من المباراه ديال المنتخب التونسي، لان المباراه ديال المنتخب التونسي كانت الشوط الاول كانت شي شويه الاداء هزيل، في الشوط الثاني شي شويه يعني الاداء تحسن. اما فيما يخص فضيحه التذاكر ولا فضيحه الدخول للملعب وديك الفيديوهات اللي تنشروا، فنتمنوا من السيد فوزي القجع انه يتم فتح تحقيق في هذه القضيه هذه. اذا كانت الشركه المفوض لها تدبير الملعب فتحمل مسؤوليتها، كانت شي جهه اخرى فيتحملوا مسؤوليتهم، لان ما بغيناش نشوفوا بحال هذا الشيء في كاس افريقيا ولا في باقي المسابقات اللي غينظمها المغرب ان شاء الله بحول الله. تحيه لكم.